السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت حواوشي لولادي بطريقه سهله وسريعه بعيش بلدي متوفر عندنا في كل بيت. تعالوا معانا نشوف الخطوات لعمايله. بس يا ريت اللي معدي من قدام الفيديو يعمل لنا لايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس ويشجعنا بتعليق ظريف كده. بصوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طلع من الفرن، طلع ازاي مستوي وجميل. الريحة والطعم حكاية. أكلة جميلة وسريعة وسهلة وتشبع، يعني ممكن الواحد يكتفي بيه كوجبة، يعني مش لازم يحط جنبيه مثلا مكرونة ولا حاجة، يعني هو لوحده كده يشبع. يلا بينا نشوف الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نص كيلو لحمة مفرومة. حضرنا التوابل بتاعتنا، حطينا ملح، فلفل، بهارات، توم بودرة، بصل بودرة، وممنعش برضو نحط شوية زنجبيل صغيرين نحطهم كده ننزلهم في اللحمة. ومعانا هنا قرن فلفل رومي خرطناه رفيع صغنطوط كده، وبشرت عليه شوية بطاطا بصلاية صغنطاطة كده، لأن أنا ولادي ما بيحبوش البصل، بس يعني عملت خدعة كده صغننة، حطيت لهم حبة صغيرين. وممكن طالما في بصل بودرة ممكن نستغنى عن البصل، بس بصراحة هو بيديله طعم حلو يعني. ننزل بيه كده ونبتدي نعجنهم كده مع بعض. تمام، ونسيبهم في التلاجة لمدة ساعة ياخد بس من التتبيلة كده، نكون احنا حضرنا العيش بتاعنا وكمان نحضر الورق الفويل. جبنا هنا 7 ترغيفة عيش بلدي حجم صغنطوط كده. هنيجي من الجنب كده نفتح قوس، مش هنفتحه كله، حاجة صغنططة كده، ويعني نراعي السكينة تبقى مشرشرة وما نضغطش قوي، احنا مش عايزين نقطعها، لا عايزين نفتح بوابة صغنططة كده. ايوه كده، حاجة صغنونة كده. ونكون محضرين هنا معلقة سمنة، مش هنكتر قوي، مش هنحش حتة كبيرة، هناخد حبة صغنطاطين كده وندهن بيها الرغيف من جوه، لان هو كده كده اللحمة فيها نسبة دهون. ننزل كده جواه وبظهر المعلقة نوزع السمنة بتاعتنا. تمام، نحط ده الرغيف على جنب، نجيب اللي بعده. برضو عملنا بوابة صغنططة كده، حتة سمنة صغننة، وهكذا. نيجي هنا بعد ما سيبنا اللحمة بتاعتنا تتبل شوية، نبتدي بقى نحشي العيش بتاعنا حبة بحبة كده، ونوسطن ايدينا، يعني لا تبقى الرغيف مليان قوي ولا ناقص قوي، يعني يبقى واخد حقه يعني. نوسعه كده بظهر المعلقة. شايفين كده معايا زي الفل. نحطه هنا جنب اخواته، نجيب اللي بعده. وهكذا رغيف رغيف كده، بحيث الكمية تكفي 7 ترغيفة، 7 ترغيفة صغننة. زي الفل.
نكمل بقى بقية الإضافة. ورق الفويل احط كده معلش. نحط الصينية بتاعتنا وندخله الفرن اللي شغلناه واحنا بنبتدي نشتغل في العيش، واحنا بنحشي اللحمة يكون الفرن سخن على درجة حرارة 200. تمام كده. نفس الخطوات نكررها تاني. نحط مقلوب افضل لما نيجي نسند الورقة من الناحية التانية. الصينية طبعا مش مدهونة ولا اي حاجة، لان حاطط الورقة كده اكنه صاج هيخش الفرن. بنسيبه في الفرن من ربع ساعة ل20 دقيقة، وان شاء الله تبقى استوت معاكم وتبقى زي الفل. على فكرة الحاجة اللي بتستوي في الفرن بيبقى طعمها حاجة تانية. طلعناه من الفرن بعد ما سيبناه تلت ساعة، ممكن نسيبه نص ساعة على حسب اللحمة بتاعتنا. نفتحها بقى كده ونشوفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة جنان، ان شاء الله برضو الطعم يجنن. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم استوت من جوه ازاي، زي الفل. تاكلوه بألف هنا وشفا. نقدمه كده للولاد، ممكن جنب طبق مكرونة، وهو لوحده يعتبر غدوة حلوة. نقول لكم سلام.